عسلامة ومرحبا بكم ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعافية. اليوم جيتكم بوصفة صحية وبنينة برشا. وصفتنا لليوم سلطة بطاطا بطريقة ياسر مزيانة. تابعوا معايا الفيديو باش تعرفوا كيفاش طريقة التحضير. عندي لهنا كعبتين بطاطا قصيتهم مكعبات وسمطهم في شوية ملح وشوية كركم. وعندي لهنا 150 جرام من التون. وعندي كعبة بصل متوسطة قصيتها جويدة، انا هنا عملت البصل الاحمر. كعبتين طماطم قصيتهم جويدين على الاخر. وهنا عندي قرنين فلفل كيف كيف قصيتهم جويدين. كيما تراو حاجة ياسر سهلة وبسيطة برشا وبنينة بنينة على الاخر. نحط توا الخضرة الكل، الطماطم والبصل والفلفل، ونكمل نضيف الطن. توا باش نحضروا الشرموله متاعنا. حطيت لهنا شويه من زيت زيتونه، وباش نكمل نضيف مقدار مغرفه كبيره متاع عصير ليمون، وشويه ملح، وشويه من الفلفل الاكحل. بالنسبه للملح ما تملحوش ياسر، خاطر انا حطيت الملح في البطاطا متاعي. نخلط توا كل شيء مع بعضه كيما تراو، ومن بعد باش نصب الخليط هذاك في وسط سلايطه. كملت قصيت شويه من المعدنوس، راهو المعدنوس يزيد يبننها على الاخر، شويه مش برشا. ونخلط توا المكونات الكل مع بعضهم بالكدا، نخلطهم وندخل كلفاح فيهم. وكهو هذه هي السليطه متاعنا تكون حاضره. تنجموا تصمتوا كعب عظم، والا تحطوا من فوق شويه زيتون ولا كبار، تزينوا بالحاجه اللي تحبوا عليها والحاجه اللي تحبوا تاكلوها. ان شاء الله يا ربي نكون قدمت لكم اضافه. وجربوا الوصفه، راهي صحيه وبنينه 100%. وان شاء الله نتلقاو في وصفه جديده وفي فيديو جديد. وتوا ما نقولكم كان بسلامه.